لكل اصحاب الشركات ابتداء من 1/1/2025 رح يصير الاي غشنونج، يعني الفاتوره الالكترونيه فليشت. خليك لتعرف اذا انت من اصحاب الشركات اللي رح يطبق عليهم هذا الشيء. الفواتير العاديه اللي عم تكتبها حضرتك بالاكسل وبالوورد وعم تعملها PDF من خلال الفاكستون جزيتس، هدول مالهم صلاحيه ابتداء من 1/1/2025. مشان هيك لسه معك وقت ل 1/1/2025 لحتى تغير النظام عندك من انه كتابه الفواتير على الوورد والاكسل وتسويها PDF لتسوي هذا الشيء كلياته بشكل الكتروني. هذا الشيء ل 31/12/2026 بامكانك انت ترسل هاي الفواتير، ولكن بعد هيك رح يصيروا ممنوعين بشكل مطلق. ولكن هذا الشيء على مين رح يتطبق؟ بالنسبه للعالم اللي بتبيع اغراضها على الاي باي وبتبيعها بشكل بريفات بشكل شخصي، هذول العالم ما لازم يعملوا اي غشنونج، ما لازم يعملوا الفاتوره بشكل الكتروني. شركتك وعامل كلاين اونترنيمر ريجلونج، انت مجبر او ملزم بكتابه الفاتوره بشكل الكتروني بالنسبه للمبيعات اللي رح تسويها من شركه لشركه. لكن هذا الشيء رح تكون انت ملزم فيه، ولكن ابتداء من 1/1/2028. بالنسبه للكلاين اونترنيمر اللي بيدفعوا كمان أمزة اشتراك، في حال كنت عم تبيع بضاعه او عم تكتب فواتير لشركات ثانيه، كمان انت لازم تعملها بشكل الكتروني. ولكن هذا الشيء رح يسهل عليك العمل مع الاشتراكات تبعك، وراح تصير الامور كلياتها اسهل. بالنسبه كمان للي عنده اوجي واللي عنده تحت ال 50,000 أمزات، يعني بيع مبيعات بقيمة تحت ال 50,000، كمان أنت لازم تكون عندك الإي غشنونج، يعني لازم تكون فواتيرك كلياتها إلكترونية. بالنسبة للي عنده أوجي وعم يتعامل مع بريفات كوندن، فهذا ماله مضطر يكتب الفواتير بشكل إلكتروني، ولكن كتابتها بشكل إلكتروني بتسهل عليك دائما المحاسبه وعمليات الحسابيه باخر السنه. وبالنسبه للجي ام بي ها طبعا من الافضل يكون كله الكتروني، وابتداء من سنه ال 25 رح يصير ملزم الواحد يبعث كل الفواتير تبعه بشكل الكتروني. والهدف من هذا الشيء انه انت بمجرد تستخدم سوفت وير لكتابه الفواتير، فانت ما عاد فيك تحسن تغير شيء على الفاتوره تبعك. هذا كان الفيديو لليوم. اذا عجبكم المحتوى اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، خلي اشاره الزائد بيناتنا تختفي، احفظ الفيديو وشارك الفيديو، وتحياتي.